الغريب انه بيحفل عليك علشان ما وصلتش لنهائي بطولة هو ما شافهاش في حياته. الغريب انه عاوز يوصلك ان الميدالية البرونزية دي كخة، وكأنك واخد مركز ثالث في الدوري المصري. انت متخيل ان جمهور الاهلي زعلان انه ما قدرش يوصل لنهائي اكبر بطولة ممكن يوصل لها فريق في افريقيا او حتى اسيا او حتى في امريكا؟ الطريق حاليا للبرونزية الرابعة في تاريخ النادي الاهلي، مواجهة اوراوا الياباني هي الخطوة الاهم حاليا. علشان كده تعالى نعرف مين هو اوراوا وابرز نقاط القوة والضعف واهم اللاعبين في الفريق وبعض الاحصائيات والارقام. بس قبل اي شيء اتمنى تعمل لايك وتوحد الله وتصلي على سيدنا محمد، ويلا بينا نبدأ الحلقة. اولا كده اوراوا بيلعب بطريقة لعب 4-2-3-1، وفي احيان كتير لو كان المنافس اقوى فنيا وعنده قدرات هجومية عالية بيلعب 4-4-2، وفي الحالة دي بيلعب ورا الكورة وبيعتمد على الهجوم المرتد، وبيقدر يعمل ده بشكل هايل لانه فريق مميز جدا في لعب الكرات الطولية، وبالمعنى الحرفي كده اكل عيشهم من اللعبة دي. في مرحلة البناء بينزل واحد من نص الملعب والظاهرين بيكملوا لقدام، والكرة بتتلعب لحد فيهم وبيكملوا الونجين لداخل منطقة الجزاء علشان يقدروا يعملوا كثافة عددية في الحتة دي، او حتى بتتلعب من خلف الامام لكانت راس الحربة اللي بيستلم برضه وبيطلع الونجين. ولكن الحالة التانية اللي عندهم وهي الخروج بالكرة على الارض، عندهم انسجام مميز جدا، بيقدروا يطلعوا بشكل جيد، ولكن مع الضغط بتلاقي اخطاء كتير. فريق رغم انه بيعمل كثافة عددية في الامام بتواجد الظاهرين والونجين وواحد من نص الملعب والمهاجم، الا انه في الارتداد الدفاعي سريع جدا، ولكن بعد ما بترجع بتعمل ايه بقى؟ تمركزاتهم فعلا سيئة، وده حصل اكتر من مرة وتم تسجيل فيهم اكتر من هدف علشان التمركز الخاطئ اللي عندهم. وفعلا لو افتكيت الكرة من نص الملعب تقدر تلاقي مساحة غير طبيعية. كمان هو فريق من افضل مزاياه انه جيد جدا في التسديد من خارج منطقة الجزاء، وعنده ثلاثي خط الوسط بيسددوا بشكل هايل، ولكن ابرز لاعب في خط الوسط هو البلاي ميكر كايتو ياسوا، لاعب كورته عالية بيخترق من العمق بشكل جيد، وفي احيان كتير بيكمل كمهاجم تاني، وفعلا لاعب عنده جودة عالية جدا في التسديد زي ما انت شايف دلوقتي. كمان هو فريق هايل في لعب الضربات الثابته، ودايما بيعمل ستاره ممتازه جدا علشان يجي المدافع الدنماركي الكسندر شولز اللي بيلعب الضربات الرأسيه بشكل جيد ويسجل هدف، ودايما اللعبه دي بتتلعب عليه. وهذا الموسم قدر يسجل 7 اهداف، وهو برضه متخصص ضربات الجزاء، وهو تاني هداف الفريق بعد كانتي راس الحربه اللي سجل 8 اهداف في الدوري. المهاجم اللي عنده قوه جسديه ممتازه، بينزل ويستلم مسدد هايل برجله الاثنين، ولكن كورته على الارض يعني مش افضل حاجه، بس لو جات له فرصه انه يسدد فعلا رجله قويه جدا. بالاضافه للوينج رايت عندهم اوكوبو، لاعب سريع كورته عاليه، عنده التكمله داخل منطقه الجزاء، مسدد هايل برجله الشمال ومميز جدا في صناعه اللعب. بالاضافه للوينج ليفت كيوزومي، لاعب سريع برضه وبيقدر يعمل التكمله بشكل جيد، 1 على 1 ممتاز ومسدد هايل على المرمى، يمكن يكون كمان افضل من اوكوبو. وتقريبا كده الخمس لاعيبه اللي انا قلت لك عنهم هم افضل لاعبين في الفريق. لو اتكلمنا بعد سريعا عن ابرز نقاط الضعف، اولا كده كورتهم على الارض مش عاليه تماما، وفي حاله الضغط المتقدم ب3 لاعبين يقدر النادي الاهلي يغلط حامل الكوره ويقفل مساحات التمرير ويفتك الكوره ويعمل خطوره كبيره، لان قدرات خط الدفاع عندهم مش زي بعض تماما. الظاهرين بتوعهم عندهم قدره هجوميه اعلى كتير من قدرتهم الدفاعيه. كمان السيرد باك التاني اللي هو ماريوس اوبراتين، مدافع تمركزاته مش افضل حاجه، كورته على الارض مش جيده تماما، ولكنه بيتقن لعب الضربات الرأسيه والكرات العاليه، ومع ذلك هو مدافع عنده سلبيات كتير جدا يقدر النادي الاهلي يستغلها، وتمركزاته فعلا فيها سرحان كبير. كمان دايما في توهان كبير في خط الدفاع، ودايما الكره العرضيه على الارض بتشكل خطوره غير عاديه لان التمركز والرقابه بتاعتهم سيئه جدا. الظهير الايمن والظهير الايسر دايما متقدمين للامام، طبعا قلت لك انه بيرتدوا بشكل سريع جدا، ولكن بعد الارتداد تمركزاتهم بتكون سيئه وعندهم ثغره واضحه في التغطيه العكسيه، وده بيخلي اللاعب اللي جاي من الجبهه العكسيه بيكون فاضي تماما. وده حصل في اكتر من هدف، زي الهدف اللي قدامك ده اللي قدر يسجله الهلال، والهدف ده كمان امام فوكواكا الياباني اللي قدروا يسجلوه بعد 5 دقايق فقط من بدايه المباراه. واكتر من هدف اتسجل بنفس الجمله ونفس اللعبه، واخطاء دفاعيه فعلا ساذجه جدا. واخر حاجه طبعا مباراه السيتي اللي كان فيها نفس الخطا، الكره بتتلعب بالعرض والنرويجي ماريوس سجل الكره في مرماه. علشان كده بقول لك خط دفاعهم مش افضل حاجه، وافضل واحد فيه سواء هجوميا او حتى دفاعيا هو اللاعب الدنماركي شولز. لو اتكلمنا بقى عن توقعات لتشكيل المباراه، فانا شايف ان مارسيل كولر هيبدا المباراه دي وفي تشكيله 5 تغييرات، لانه هيفكر في بطوله كاس سوبر الرابطه. ولكن لو قلت لك تمنياتي للتشكيل، اتمنى الشناوي، منعم وياسر وهاني وكريم الدبيز، ثلاثي خط الوسط مروان وديانج وقفشه، ثلاثي خط الهجوم تاو، حسين الشحات وكهربا، واي لاعب خرج من الملعب فهو خارج علشان يرتاح مش علشان مستواه الفني تماما. ان شاء
شاء الله اتمنى النادي الاهلي يفوز بالمباراه. وزي ما قلت لك لو ضغطت من نص الملعب هتلاقي اخطاء كبيره جدا. الوينجين عندهم صراع جدا، على المستوى الهجومي جيدين ولكن دفاعيا تمركزاتهم سيئه. في احيان كتير بيكون في سرحان في الكرات العرضيه، علشان كده عندهم ثغره واضحه بده. ولكن لازم تركز كويس جدا مع الظاهرين، مع الوينجين، مع كانت اللي بينزل ويستلم، واللاعب الخطير داخل منطقه الجزاء، بالاضافه للتسديد من خارج منطقه الجزاء مميزين فيه. فانا بقول لك لو ضغطت تضغط ب3 وهتشكل خطوره كبيره، ولكن ما تضغطش ب7 و8 لاعبين لان ده هيكون خطر جدا على النادي الاهلي. ولحد هنا يا صديقي خلصت كلامي. اتمنى تقول لي توقعاتك لنتيجه المباراه، وهل النادي الاهلي يقدر يحقق البرونزيه الرابعه في تاريخه ولا انت شايف ايه؟ واخيرا اتمنى قبل ما تقفل الحلقه يا ريت توحد الله لا اله الا الله وتصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، واعمل لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس، واوعى تنسى تعمل لايك وفولو للصفحه الرسميه على فيسبوك اللي اسمها طوفان اهلاوي. نتقابل بخير، سلام.